فرحة الناس بفوز تشيلسي كانت جميلة وغريبة وعاملة صدمة، الناس بتتفرج ومصدومة، الناس بتنحى ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ لكن الحقيقي زي ما قلنا قبل كده، أول بطولة كل تحليلاتنا بتقول إن الكرة لا تعترف يا سادة بالأسماء الكبيرة، لا تعترف إلا بالأداء. هتعطي وهتحاول إن أنت تجتهد وتعطي الكرة تعطيك. النتيجة الفوز الكبير 3-0 في مباراة ولا أروع، وأصبح تشيلسي بطل كأس العالم للأندية للمرة الأولى بشكلها الجديد. وبصراحة يستحق ويستحق الهدايا. بمعنى إيه؟ إحنا قلنا إن طريقه ما كانش قوي، يعني لما يقابل بالميراس في 16 وفلومينينسي في الأربعة لا يقارن نهائي ببايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان وريال مدريد مع باريس سان جيرمان، ولكن القدر يكافئ المجتهد. ربنا سخر انه يطلع الكبار دول عشان يقابلوا في النهائي ويفوز عليه. هل بقى نتيجة ان باريس سان جيرمان لم يظهر او لم يحضر، هل كان فيها برضو ارهاق، لياقة بدنية، هل فيها غرور، تكبر، هل فيها عدم اعطاء اهتمام كبير لتشيلسي، او العكس هو اللي حصل؟ اللي حصل ان تشيلسي احترم باريس سان جيرمان وفاز عليه. باريس سان جيرمان ما احترمش تشيلسي، كانت النتيجه انه ما حضرش الماتش. فين اسماء اللعيبه؟ فين اللعيبه؟ فين لعيبه باريس سان جيرمان؟ ما حدش حضر يا اخوان، ما حدش حضر، ما حدش لعب. 3 مع الرأفة، كان ممكن يبقوا 4 و5، 3 كويسين، 3 كويسين قوي، واحد كويس قوي واخد كاس العالم للأندية. 124 مليون دولار جائزة مع اللقب الجميل اللي هيعيش معاه سنين طويلة، ويستحق. تشيلسي يستحق. تشيلسي فريق النهائيات، فريق البطولات. كتير توقع ان تشيلسي لو وصل للنهائي او قبل النهائي هيحقق البطولة. في فرق ليها خبرة النهايات، لما بتوصل للمباريات النهائية بتعرف تلعبها وتكسبها صح. تعال نسأل سؤال، هل لو تشيلسي لعب باريس سان جيرمان 5 ماتشات هيغلب منهم كام؟ وباريس هيغلب كام؟ باريس لو غلب هيغلب 4-1. الواحد ده هو اللي فاز فيه تشيلسي اليوم. من 4 مباريات هيغلبوا باريس سان جيرمان، المباراة الخامسة اللي فاز فيها، الاحتمال الخامس اللي فاز فيه تشيلسي اليوم، وتستحق ان هي تفوز لانها الفريق اجتهد ولعب واسماء. والحادثة طبعا الغريبة حادثة كوكورايا ابو شعر طويل ده، قعد يستفز في لاعيبه باريس سان جيرمان لغايه ما اللاعب زهق منه وشد بشعره في حركه غبيه جدا سببت بطرده، وكان في 2 اتطردوا كمان برضه بحركتين غبيتين في ماتش ريال مدريد. في شويه غرور، مش عارف، حاسس ان في شويه غرور، شويه تكبر، شويه تناكه، شويه حزلقه، اي تقدر تسميها زي ما تسميها. المهم ان باريس ما نجيش طبيعي. باريس حس ان هو بفوزه على ريال مدريد خد الكاس. الفرحه والاسترخاء اللي حصلت بعد فوزه على ريال مدريد عقده اوروبا، حس ان هو خلاص خدت الكاس. مين تشيلسي ده؟ جه تشيلسي قال له انا تشيلسي يا ولد، واخد البطوله وفاز وفرح كل تشيلساويه في العالم، في انجلترا وفي اوروبا وفي العالم. الناس رحبت بهذا الفوز لان الكره تعطي من يعطيها، وباريس سان جيرمان لم يحضر يا ساده، تشيلسي حضر وانجز. والف الف مبروك على تشيلساويه الرائعين اللي كانوا مع ناديهم لغايه اخر ثانيه، وفاز معاهم البطوله الجميله الرائعه مع 124 مليون دولار جائزه يستحقوها عن جداره. والف مبروك للجميع، ونلتقي بعد 4 سنين يا سادة. السلام عليكم.